مش مهم الفلوس، مهم انك تعرف انت بتاخد ايه معاك. صراحة الكلام كان غريب، بس ما اهتمتش. خدت العروسة وخرجت من المحل، وعادي اتمشيت شوية. مشيت على البيت وانا مش عارف انا مبسوط ولا خايف من كلام الراجل ده. اول ما دخلت البيت حطيت العروسة على رف جنب السرير. صراحة كنت تعبان ونمت بسرعة، لكن في نص الليل صحيت على حاجة مش طبيعية. كان في ضحكة خفيفة جاية من جنب السرير. فتحت عيني بسرعة، قلبي كان بيدق بسرعة مش طبيعية. بصيت ناحية الرف، بس العروسة مكانها، بس عينيها كانت مقلوبة ناحيتي. أنا متأكد إني كنت حاططها على الرف ووشها كان للحيطة. مش ليه، يمكن عشان الهوا حركها، مش عارف. قمت من على السرير وهبط. كل خطوة كنت عمال بكدب نفسي. مسكت العروسة، مجرد ما لمستها لقيت حاجة بتتحرك في الضلمة. فتحت النور بسرعة، مكانش فيه أي حاجة، بس كان فيه صوت تاني، كأن حد بيهمس باسمي. اتجمدت مكاني، مفيش حد في البيت غيري. بصيت تاني ناحية الرف، العروسة مش هناك. بس ازاي؟ أنا متأكد إني كنت شايفها من شوية. فجأة لقيتها على المكتب. طب ازاي نقلت هناك لوحدها؟ مديت إيدي وحذر مسكتها. كانت باردة بطريقة مش طبيعية، كأنها قطعة تلج. قررت إن خلاص أنا هرميها من هنا. لكن فجأة صوت الهمهمة ده جه تاني، بس المرة دي كان أوضح، قريب جدا. بصيت ورايا مرة تانية، بس ما لقيتش حد. لكن في حاجة تانية لفتت انتباهي.